المصباح جميل في ضوئه، يساعدنا على رؤية الطريق، على عدم التعثر والسقوط في سبيله. صباح الخير يا وليد. صباح الخير يا تسنيم. ما تتأمل يا وليد؟ أحب هذا المصباح، ومنير للطريق ومساعد على قراءة صفحات الكتب والتاريخ. وأنا أحبه كذلك، تحت ضوئه أرسم بالألوان الفراشات والأزهار، وأرسم دنيتي المحبوبة. تحت هذه الأرض مهد سعادتي. ما بك مهموما يا وليد؟ هذه الشجرة جميلة، تعطينا الظل وتفوح بالعطر وتمدنا بالأكسجين. أشعر بقلبي هادئا مطمئنا أمامها، ولكن ماذا هناك يا وليد؟ أحبها واقفة مستقيمة. أتذكر ما قاله لي أبي يوم كانت هذه الشجرة صغيرة، لقد علقت عليها أحمال ثقيلة حتى صارت مائلة. أليس من الممكن جعلها مستقيمة يا وليد؟ نحتاج إلى من يساعدنا ويفكر معنا ويفيدنا بخبرته وعمله. تحية لكم، كيف الأحوال؟ الشجرة والمنار وما بهما. هذه الشجرة مالت ونريد جعلها مستقيمة. الشجر لا يوجد جذور وأساس وساق وأغصان وفروع، وإذا زعزعتم الساقة تتضررت الجذور وكذلك الفروع. ما العمل؟ ننتظر خالد، لقد شارك في ورش البيئة خلال العطلة، ربما سيساعدنا على حل المسألة. هو يعلم أهمية الشجرة وأنها غرس حياة واستمراريتها. ربما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لقد سمعتكم تتحدثون عن الشجرة والمنار، ولأجل تقويم الشجرة نحتاج المعولة وفأسا وعصا برأس مقلع، كما نحتاج إلى الاعتماد على سواعدنا والعمل بأيدينا بإتقان وحرص شديد. لقد قال أحد الشعراء: وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلاب. حسنا، سأنادي على سوسن، فلدي في حديقتها لوازم البستنة. ألو سوسن، نحن في الشارع العام جانب شجرة المائدة، نريد منك أن تحضري الفأس والناولة وعصا برأس مقلع لأجل تقويم شجرتي. تعلمين أن الحفاظ على البيئة والحفاظ على البلاد والوطن. نعم، من البيئة حتى البلاد. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عذرا على التأخر، لقد احتجت لشرح الأمر لأبي وأمي، ولم أجد بعد ذلك سيارة أجرة إلا بصعوبة. هي لوازم العمل، أحضرتها معي. مستعدون؟ نعم، كلنا على استعداد. وطننا حبيبنا وبيئته في قلوبنا، وهذه شجرة جمال حينا ومدينتنا. في لعب ورقص وملاقاة أصدقاء. شجرتي جميلتي بذبك وبهائك، كم استرحت كم سهرت. شجرتي معلمتي، كم استنشقت بالفيح عطرك وأزهارك، وكم بقيت تحت في المرات العديدة لأجل تحضير فروضي وامتحاناتي. لقد استقامت شجرتنا من جديد. الحمد لله. عجبا، بلادنا في حاجة إلينا، ونحن نجلس مجرد جمهور مشاهد ضياعها، لا نحرك ساكنا ولا نساهم في إصلاحها وتطويرها. وكيف نحميها من كل تخريب وتهديد؟ تعالوا نجعل تناوبا بيننا واجبا يلزمنا في السعي على حماية شجرتنا. وتعلمون، هذه الشجرة في حكاياتها تجسيد الوطن الحبيب. الوطن؟ نعم، كلنا فروع متصلة بأصول شجرة الوطن مثل هذه الأغصان. نحن براعمها وأزهارها، تنتظر منا أن نثمر وننتج في المستقبل. ما الوطن؟ الوطن 4 حروف: ت واو نون سين، وهو تونس. إن
انتظروا، أنا اسمي يبدأ بأول حرف من اسم بلدي الحبيب. تونس تاج فوق الرؤوس كانت، وكذلك تاجا ما زالت. انتظروا، وأنا كذلك حرف الواو أول حرف في اسمي، وهو ثاني حرف في اسم وطننا الحبيب، وطني العزيز. اخترت لك هذه الكلمات لأعبر لك بها عن حبي. إني اخترتك يا وطني حبا وطواعية، إني اخترتك يا وطني سرا وعلانية. انتظروا، حرف النون هو أول حرف في اسمي. نادوا على دول الأعراب والكرم، تونس رمز الإسلام والقيم. أنا اسمي صوصي، أحببت حرف السين حبا في تونس، وسأعمل على إعلاء رايتك يا تونس. عظيم جدا تعبيرك يا سوسن. وما هي رمزية ألوان العلم التونسي؟ اللون الأحمر يدل على دماء الشهداء دفاعا عن الوطن. اللون الأبيض يدل على السلام والأمان. النجمة تدل على قواعد الإسلام الخمس، أما الهلال فيدل على الانتماء العربي. كلنا جسد واحد، كلنا الوطن، كلنا تونس، بالأبيض والأحمر وبالنجمة والهلال، كلنا تونس. هذه تونس التي تتعالى، تمتد الشمس نحو أوج الصعود. هذه تونس الجميلة، مرحى تتغنى بألف عيد وعيد. في حماها المنيع أحيا طليقة، مثل نور الضحى بأفق المجيد. وعلى